السلام عليكم. أنا شيري ودي قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا نملى البيت بقى بالخير والريحة الجميلة بتاعت زمان. طبعا احنا مش فلاحين أصليين، وهنعمل الشغل على طبيعتنا جدا جدا. يوم فلاحي من بيت الخير، لما تكوني بقى عند أختك وحبيبتك كده وتقولك ايه يلا نقوم ايه نعجن بقى شوية فطير وشوية رقاق وشوية قرص فلاحي. يلا بينا. جبنا بقى كده ايه، احنا كنا جايبين كمية دقيق كبيرة قوي. دول 3 كيلو دقيق يا جماعة. احنا ايه عاملين كده بالبركة، يعني عاملين كل حاجة النهاردة بالبركة. وهتلاقوا كل حاجة ضحك، يعني اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن. انا عاملاه النهاردة ومصوراه النهاردة وايه وبسجل لكم اهو. معانا بقى هنا كده 3 كيلو دقيق. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هنعمل اول حاجه ايه، هنعمل ايه الفطيرتين حلوين كده. عايزه تعملي على قد الكيلو، والله احنا عاملين بالبركه. حطينا الدقيق بتاعنا وحطينا شويه ملح وحطينا شويه سكر من غير معيار ولا اي حاجه اهو. قدامكم من غير معيار. طبعا هتلاقي ايه اخواتي، كذا ايد دلوقتي هتتحط. يلا بقى معايا شوفونا كده واحنا بنعمل. حطينا الدقيق وحطينا الملح وحطينا الايه شويه السكر. الفطير الفلاحي الدقيق وميه وسكر وشويه ملح. اكتر من كده ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. حطينا الدقيق بتاعتنا وحطينا الميه تاني اهوت وحطينا السكر. ايه هنعجن بقى. طبعا اختكم حبيبكم ملهاش في الحاجات دي جامد. يعني انا كبيري فطيره صغيره. آه، آه، نص كيلو رقاق اعمله عادي خالص. اما الكميه بتاعتنا فطيرتين كبار زي ما هتشوفوا من دلوقتي زي ما شفتوا كده في الاول. لا 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 لا، انا ماليش في الكلام ده. فانا بعجن قدامكم اهو. فاختي هتشد مني الطبق لانها ايه مش هتعجبها العجين بتاعي. فهتقول لي ايه هاتي اختي اشطر مني بقى ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. عجلنا اهو بقى الفطير شيء هتلاقوا مليون ايد دلوقتي. يعني هتلاقوا اصفر واخضر وكله انتوا معايا بقى ايه. والله العظيم يا جماعه، ربنا يخلينا لبعض ويحفظنا من كل شر. ما شاء الله دي اختي رحاب طبعا كلكم عارفينها في البسات، وطبعا معايا في كل مكان. هي حبيبتي ايه اللي ما عجبهاش العجين بتاعي. ما شاء الله احنا هنعمل ايه فطيرتين 2 كبار. يبقى حطينا الدقيق وحطينا الملح وحطينا السكر وسيبنا الفطير. اهم حاجه ان احنا نسيب الفطيره بتاعتنا ايه ترتاح. قطعت يا حبيبتي الفطيره هما 2 4 6. وهنا 2 4 6 برضه. معانا السمنه بتاعتنا، معانا القشطه بتاعتنا هي ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا احنا كنا بالليل. فايه اختي بقى يا حبيبتي اهوت ايت. هنا بقى حطينا السمنه بقى كده وقطعنا كل فطيره 6 كور زي ما انتم شايفين. يا جماعه احنا مش فلاحين محترفين. احنا بنعمل لاننا عايزين ناكل لقمه حلوه. والله الحاجه كانت طعمها ما شاء الله تبارك الرحمن زي السكر. ومن ايدينا احنا اللي عاملينها هو. 700 ايد ما شاء الله. ربنا يخلينا لبعض يا رب. اهو شايفين يا جماعه. حطينا السمنه وبدانا نفرد الفطيره بقى بالسمنه كده. مفيش زيت خالص. حطينا سمنه فلاحي وقشطه فلاحي. وعملنا بقى احلى فطير واحلى قرص يا جماعه. طبعا اهو. على قد ما احنا بنعرف، والله على قد ما احنا بنعرف. جربي في واحده كده. جربي في نص كيلو دقيق. جربي في فطيره واحده صغيره. اتعلمي. عارفين سعر الفطيره بره 120 جنيه. ويعني معموله زي ما احنا هنعمل ولا ايه. اهوت. عملنا الرق الاولاني وقفلناه بالقشطه وقفلنا السمنه. فردنا. حطينا سمنه الاول وبعدين فردناها ورقناها خالص كده زي ما احنا شايفين. رجعنا عملنا رق تاني اهون. حطينا هنا السمنه اهوت بططنا عليها. وبعدين نفردها ونحط قشطه علشان تبقى الفطيره جميله وطريه. وهتشوفوا الرقات بقى في الاخر ما شاء الله مورقه وجميله ما شاء الله. هنا بنفرد نفرد نفرد خالص وبعدين هنا القشطه هي. حطينا سمنه الاول تحت. زبده فلاحي مسيحينها. دي زبده فلاحي ومسيحينها. ودي قشطه فلاحي قشطه قشطه كده. ما شاء الله تبارك الرحمن. بدأنا نفرد اهوت الفطيرة هو. نفرد ونرق. اهم حاجة ان احنا نرق العجينة نفردها خالص زي ما انتم شايفين. وبعدين ندخل بقى فيها الهواء نفردها من تحت كده. ندخل فيها الهواء. ما شاء الله تبارك الرحمن. بألف هنا وشفا. جربي في نص كيلو دقيق. نص معلقة سكر عليه. ذرة ملح.
وعجين الفطيرة وكلي في البيت، بدل ما نشتري من بره ويا عالم بقى معمول او دخلنا بقى الهوا من تحتها كده عشان تبقى مورقة وجميلة. نفرد بزبدة فلاحي الأول تحت مسيحينها، وبعدين القشطة بتاعتنا بقى نورق بيها، تبقى ما شاء الله تبارك الرحمن بألف هنا وشفا. شايفين اهو الأولانية قطعناه، التانية بقى بدأنا نتعلم شوية. يا جماعة والله احنا بنجرب، احنا قاعدين في أمل الله، قلت لها تعالي نجرب. فاحنا جربنا بقى الفطير، واحنا بنعمله اهو ما شاء الله كان بألف هنا وشفا، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. نفرد الفطيرة وبعدين نلفها ونسيبها ترتاح، ونحط الجزء التاني في قلبيها. ما شاء الله ما شاء الله، كله بيفرد يا جماعة. انا قلت لكم احنا كام ايد بقى كتير، ما شاء الله ما شاء الله. حطينا هنا اهو بنرش بقى نورقها بالقشط. يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الفطير الفلاحي وجماله، يا سيدي على الفطير وجمال، والله كله قال زي الفل. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. هنا كمان اهو احنا عملنا الفطيره الواحده 6 رقات، عملنا الفطيره الواحده 6 رقات، 6 طبقات. ممكن صغري، ما انتش عارفه هي كبيره كده تفرديها، صغريهم واعمليهم 15. كل ما الرقات تبقى اكتر كل ما الفطيره تبقى اجمل واجمل. اللي مش عارف يكبر كده يعملهم كوريات صغيره خالص كده ويفرد. هنا اهم حاجه ان انت تحطي قشطه، وتحط الفطير قشطه وسمنه بلدي. الفطير يا جماعه قشطه وسمنه بلدي. شايفين واحنا محتاسين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. والله العظيم انا بتفرج معاكم وانا مبسوطه. عملنا الفطيره هي، قلنا الفطيره بتتكون من 6 رقات اهون، وحطيناها في الصواني، هترفع بقى هنا في الصواني، ونرجع نحطهم في الصواني الكبيره. شايفين؟ شايفين والفرن شغال والخير فيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا مبسوطه جدا وانا بتفرج معاكم والله، مبسوطه جدا وانا عماله منتج وافتكر احنا كنا فصلين من الضحك بقى. يا رب نتجمع في الخير كده وفي السعد والهنا والفرح يا رب. اختي حبيبتي هي بتضير اهي. طبعا انا متفرجه يا جماعه اكتر من ما انا منتجه. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخلينا لبعض. شايفين التسويه؟ فرن فلاحي بقى وخير، واملي بيتك بالخير والفرح والهنا. ما شاء الله ما شاء الله. على فكره يا ياسمين، لما تيجي ان شاء الله هعمل لك الفطير الجميل ده باذن الاحد الواحد، بس انتي تعالي. نداء الى استاذ ايمن، نزل ياسمين عشان تاكل فطير. ايه رايكم؟ يلا في التسجيل، ايمن وياسمين احلى عيله في الدنيا كلها. يلا يا جماعه، شايفين الفطير؟ ما شاء الله تبارك الرحمن بألف هنا وشفا للي ياكل. فطير فلاحي يا جماعة، فلاحي فلاحي. ما شاء الله علينا ما شاء الله. كنا بالليل بقى والموبايلات بقى شغالة بقى تصوير، عشان نوضح لكم الصورة زي ما انتوا شايفين. يا ريت تقولوا رأيكم بقى في الكومنتات. طبعا انا بكلمكم والله العظيم انا عمالة اضحك على اللي احنا كنا بنعمله، وبفتكر الحاجات الجميلة. يلا بقى نعمل شوية رقاق طري كده بقى كده. ايه رأيكم؟ ده احنا عملنا النهاردة ابداعات، ابداعات النهاردة. جبنا هنا، هتقولي لي كمية الدقيق قد ايه؟ اعملي دوني ما شاء الله تبارك الرحمن 4 كيلو دقيق. 4 كيلو دقيق، حطينا عليهم معلقتين 2 سكر، حطينا عليهم ذرة ملح. شايفين اللبن؟ حاطينه على طول على طول على طول اللبن. هي يا حبيبتي بتغلي اللبن وتحطه في قلب بعد ما تغليه بتشيل منه القشطه وتحطه في قلب قلب الفريزر تاني. ما شاء الله. هتقولي لي الكميه قد ايه؟ حطينا 4 كيلو دقيق، عليهم 4 كيلو، عليهم 3 كيلو لبن. 4 كيلو دقيق عليهم 3 كيلو لبن، وعليهم نص كيلو قشطه، وهنحط برضو زبده فلاحي عليهم. هي يا حبيبتي بتعجن اهون. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنبدأ بقى نعجن، نلم الدقيق كله كده، لا بسباتيولا ولا أي حاجة. 4 كيلو دقيق سباتيولة ومعلقة لا، ده بإيدينا بقى يا جماعة. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن. هنحط بقى السمنة الفلاحي بقى كده، ونحط اللبن بتاعنا ده. هنا سمنة مسيحيننا في قلب الحلة هنا ما شاء الله. هنبدأ بقى نظبط بقى الدقيق ونلم الدقيق بقى، نلم العجينة بقى كده، ونبدأ أوريكم بقى. لم يا حبا يلا، لم يا نور عين. دي ايد مين بقى؟ قولوا انتوا. ما انا بقول لكم مليون ايد بتعجن النهارده وبتخبز ما شاء الله تبارك الرحمن. بألف هنا وشفا ليكوا يا اخواتي، وفي قلب هنا وشفا ليا. ما شاء الله. عملنا الرقاق طبعا يا حبايبي ما بيخمرش الرقاق. دقيق ولبن وحطينا الملح، ما فيش خميره ولا فيش بيكنج باودر. رشينا شويه دقيق على الصينيه بقى وبدأنا نقطع بقى
زي ما انتوا شايفين كده. شوفونا بقى واحنا بنبطط يا جماعة، شوفونا بقى واحنا بنعمل شغل على السطوح بقى، على السطوح والله يا جماعة، واحنا قاعدين على السطوح كده بنعجن ونبطط ونخبز. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ كام ايد عدتوها دلوقتي؟ ما شاء الله. بططنا بقى الرقاق، حطينا الرقاقية كده، فردنا تحتها شوية دقيق، وبعدين ايه بدأنا نبطط. شايفين الفرن الفلاحي وجماله؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. تسلم ايديك يا حوب، تسلم ايديك يا هنود. ام امين الغاليه، ام امين الغاليه، ربنا يخليكي ليهم، ما نحرمش من بعض ابدا، ودايما بيتك كده مفتوح بالخير والهنا والسعد يا نور عينيا. شايفين الجمال؟ حطت الرقاقه بقى كده في قلب الفرن، وبدات توجهها للنار، اتجاه النار كده، وتطلع بقى شغل فلاحي جميل. شايفين؟ شايفين يا حبايب؟ اه، حطينا الرقاقه وبدانا إيه نحط تحتها دقيق، والدقيق ده كله بيتنفض بنركنه في جنب، وما تبقاش فيها دقيق خالص. هنبدا بقى ايه ندور الرقاقه كده يا حبايب اهو. ما شاء الله. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الفلاح اليوم الفلاحي الجميل ده بقى؟ يا سلام بقى لو حطينا شويه بطاطا او شويه بطاطس مشويه، يا سيدي، ولا ايه؟ ماما بقى الله يرحمها كانت بعد العمايل دي كلها تعمل صينيه بطاطس، وتحط لنا في قلبها فراخ، وتحط البطاطا حواليها، وتحط صينيه رز معمر. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال الفلاحي ده؟ ايه رايكم في الابداعات الجميله اليوم الفلاحي ده؟ يا ريت بقى ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناه. لاختكم وحبيبكم شيري، بحبكم في الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين بقى الفرن السخن بقى كده؟ احنا عملنا الرقاق ده الاول، وبعدين عملنا الفطير. لما عجلنا الفطير الاول سيبناه يرتاح، وبعدين ايه بدأنا ايه نقطعه بقى ونعمله. خبزنا الرقاق ده اول حاجة. ده رقاق طري بقى بالقشطة باللبن بقى، الرايب او لبن حليب عندك، ويلا بألف هنا وشفا. شايفين الفطير؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا ودي قرص اهوت هحطها لكم بعد كده. دي قرص طريه هي، عجنتها برضو وخبزناها النهارده. ما انا بقول لكم النهارده كان ايه، وعسل بقى، نحل بقى عسل بقى وايه. احبكم في الله، احلى ناس في الكون.